انا مش انا بقيتش فاهم حاجه. يعني انا عايز اقول لك على حاجه حضرتك. احنا في الدقيقه 18 ماشي. والتقدم للنادي الاهلي على نادي بلديه المحله 2-0. ده عادي جدا، مش مشكله، عادي. يعني اسامه ابو علي احرز هدف في اول ظهور له مع النادي الاهلي بعد اسيست من رامي ربيعه. يعني رامي ربيعه عمل له واحده كده يعني سحريه، فقام اسامه ابو علي جري سرعه، اتحرك كويس جدا وسيطر على كورته. الكوره يعني رجعت وراه شويه، برضه شاطها جون حلوه قوي يا وسام، برافو حبيبي. وبعدها بشويه في الدقيقه 14 الاهلي بيحرز الهدف الثاني عن طريق كريم فؤاد. حلو، خلاص خلاص 2-0 للاهلي. جماهير الاهلي بقى اسمع بقى، في الدقيقه 18 والاهلي متقدم 2-0، يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه، شدوا حيلهم شويه. يعملوا ايه؟ اسمعني بقى، الدقيقة 18 وهم كسبانين في أول 14 دقيقة 2-0، يشدوا حيلهم شوية. يعملوا إيه؟ هيشدوا حيلهم أكتر من كده يعملوا إيه؟ ده أول ربع ساعة دي أوقات بيبقى جس نبض. يعني إيه جس نبض؟ يقول لك عادي بقى، شوف كده الدنيا فيها إيه، المدرب ده بيلعب بخطة إيه، نشوف درجة الحرارة، نشوف مثلا إيه سرعة الترسيب، نشوف طب نجيب جاتوه، طب نخطب، طب نقرا فاتحة. كل ده بيحصل أول ربع ساعة اللي هو الأهلي كسبان فيها 2-0، وجمهور الاهلي عايز الاهلي يشد حيله شويه. طيب ما دام دي وجهه نظركم ماشي، تعالى نكمل المباراه. تمام، اهم شدوا حيلهم شويه، شدوا حيلهم شويه. امام عاشور عمل اسيست، يعني من ضمن الاسيستات الغريبه العجيبه الرخمه اللي مش بنشوفها غير في الدوريات الاوروبيه. اسيست غريب قوي امام عاشور عمله يعني لرضا سليم. قام رضا سليم سابها لنفسه بطريقه، يعني رضا سليم لو حاول يلعب في الكوره دي او يعمل كنترول عليها وهي رايحه له كده كانت ممكن تطول منه تقصر منه، لكن ده سابها خالص وقام رايح بشماله. طبعا احرز الهدف الثاني. اهم شدوا حيلهم شويه. انا بطالب لجنه المسابقات بحاجه بخصوصي، يعني ان انا راجل يوتيوبر. يا ريت لجنه المسابقات تلغي الشوط الثاني، يعني ما مش هيكون لي لازمه، يعني حفاظا على العلاقات الاهلاويه البلدويه محلويه. يعني لا، انت الشوط الثاني اعمل اي حاجه، قول لهم مثلا الكوره فست، قول لهم مثلا الحكم روح، الحكم مشي. يا كابتن يعني ايه الحكم مشي؟ هيقول لك يعني ايه؟ اقول لهم الحكم روح، اعمل له ايه؟ كابتن عامر حسين يتصل الحكم روح، خلاص احنا اسفين جدا. انت اصل 3-0 الشوط الاولاني، 3-0 الشوط الاولاني، فايه يا جماعه؟ مش فاهم، يعني انا مش فاهم. بسم الله ما شاء الله. طبعا امام عاشور وكانه سيدورف في عزه، رضا سليم حاجه كده يعني مع مش طيب ماشي، الله يبارك لكم، الله يبارك لكم، مش هقول غير كده. بس تعال نشوف ايه اللي هيحصل في الشوط الثاني. مش عارف قسما بالله ده ما اسلوب لعب كوره، قسما بالله ده اسلوب تزهيق وتطفيش وتزهيق، بيزهقوا الفرقه اللي قدامهم. 3-0 الشوط الاولاني، نزل الشوط الثاني بقى وجماهير الاهلي برضه يعني جماهير الاهلي مصرين. يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم يا جدعان، يشدوا حيلهم يا جدعان، يشدوا حيلهم على ايه؟ طيب يعملوا ايه يعني؟ يشدوا حيلهم يعملوا ايه؟ يشيلوا لعيبه البلديه يجري بيهم في الملعب؟ ما انا بحاول افهم. في الدقيقة 48 الهدف الثاني للنادي الأهلي، إمام عاشور قام عامل حتة لو واخد ضربة جزاء. طبعا بعد ما عمل فنت حلو قوي جوه ال 18 دخل وسام أبو علي الفلسطيني، طبعا قام شايط ضربة الجزاء دانا جت في إيد الجون ودخلت هدف رابع للنادي الأهلي. فيعني يشد حيلهم شوية يعملوا إيه؟ يشدوا حيلهم شوية يعملوا إيه؟ 4-0 للأهلي في أول 48 دقيقة، يعني كل 10 دقايق بجون. طيب ماشي، ممكن كفايه الهتاف بتاع يلا يا اهلاويه شدوا حيلكم شويه، لان كده احنا مش هنتفرج على ماتش. ممكن كفايه. تمام. موديست. يلا يا موديست، يلا يا موديست احتفل واجري يا موديست. الهدف الخامس للنادي الاهلي انطوني موديست بعد ما خد اسيست من محمد مجدي قفشه، وموديست بيعدل وبيستلم وبيركن. يعني يا موديست جاب جول يا جماعه. 5-0 للنادي الاهلي، 5-0. يعني انا ما مش فاهم ايه اللي ممكن يتعمل تاني في الماتش ده، ولاعيبه البلديه مستمره ليه في الملعب، وكابتن احمد عبد الرؤوف. طب ما ناخد قرار صارم، اخد قرار صارم في ارض الملعب، اعمل اي حاجه،
اطفش الكور كلها، وكل ما الحكم ينزل كوره اطفشها، ما خليش كور في ارض الملعب، ابوظ الماتش ده. 5-0 ولسه فاضل. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ما دام انتوا شايفين كده ماشي ماشي. 5-0 للاهلي، ومودست بيمصم على خامس الاهداف. جميل جدا، انا موافق عن نفسي. هي بقى هي حسام اشرف يحرز الهدف الاول لبلديه المحله من ركله الجزاء. ايوه يا حسام، لاعب الزمالك السابق. ايوه يا ايه ده حسام؟ ده حسام بياخد الكره وراجع بيها قوي، بيرجع بسرعه. الدقيقه كام؟ دقيقه 85. حسام واخد الكره وراجع. حسام انت الحاجه الوحيده اللي المفروض ترجع بيها هي الزمن عشان تعيد الماتش ده من الاول. انما انت راجع بسرعه واخد الكره وراجع. ليه يا حسام؟ هتعمل ايه؟ ما يمكن يجيبوا السادس وتبقى مصيبه يا حسام. ما تسكت. اللي راجع بسرعه ليه؟ يا رب اللي في دماغي ما يحصلش. مش هقول غير كده، احنا في الدقيقه 86 اهي. يا رب اللي في دماغي ما يحصلش. بيني وبينك يا حسام ما كانش له لازمه الجون ده، عشان الجون ده هيكهرب الكام دقيقه اللي فاضلين. مش هقول غير كده. الحمد لله الحمد لله، المباراه خلصت. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. الماتش انتهى 5-1 للنادي الاهلي. هتقول الحمد لله انت اهلاوي، هقول لك والله انت ما فاهم حاجه. اقسم بالله انت ما فاهم حاجه، فخليك قاعد ساكت. احنا خلصنا من صداع، يالا خلصنا من صداع. اسمع من اخوك بقى. 5-1 نتيجه انا راضي عنها، انا شخصيا نتيجه راضي عنها ومتفائل بيها جدا ومبسوط. 5-1 يا سلام على النتيجه الجميله. واللي يقول لي انت عامل فيها زملكاوي انت اهلاوي عشان مبسوط الاهلي كسب 5، براحتك. انت ما انتش فاهم حاجه، انت غلبان. احنا خلصنا من صداع جامد قوي. او شوف كريم فؤاد شمط الكوره ازاي، يعني شمطها الجون الثاني. بسم الله ما شاء الله يعني. فيعني امام عاشور بص بقى الاسيست بتاع الجون الثالث، واخد الكوره منين وقام راجع لمح رضا. انا ما اعرفش لعبها ازاي. خلي بالك انا الجون الثالث ده، لا ما هو خد رجل المباراه. امام خد رجل المباراه. امال مين اللي هياخد رجل المباراه مثلا؟ يعني امال مين اللي هياخد رجل؟ امام عاشور. انا ما اعرفش يا امام، انا ما اعرفش. امام انت امه ماشي اتقل يا امه، اتقل. جات اكتر، الجيات اكتر يا امام يا عاشور. مبروك للاهلي وجمهور الاهلي. يرفع رصيده لنقطه 17 في المركز التاسع، ومتبقي ليه 7 مباريات مؤجله. يعني الاهلي فاضل له دوري تاني، الاهلي متاجل له دوري تاني هيلعبه، ونشوف بقى يبقى في المركز الايه يعني ما اعرفش. السلام عليكم يا جماعه. في حلقه منيله بنيله على اليوتيوب بعد قليل. سلام عليكم.